بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لدفع المكائد إلا هو، وما مراد المحبين في الدارين إلا هو، وما طلب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء ولا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء ولا غني إلا هو. لا واحد ولا ماجد إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بقول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وما يملك السمع والأبصار إلا هو، وما يعلم الجهر والأسرار إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صاحب الأنوار البهية حبيب الرحمن شفيعنا يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو صادق النية فأجرهما سواء. اللهم اجعلنا منهم. الثالث والرابع اللهم لا تجعلنا منهم. من الثالث والرابع: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه
عمل فلان فهو ونيته فوزرهما سواء أو كما قال. صلوا على النبي. أيها الأحبة الكرام، ليس محاضرة ولا درس، بل أمانة نبلغها لكم هذا اليوم. احنا جالسين في فكر المسلمين اليوم في جميع العالم يتساءلون: لماذا عندنا فلوس كثيرة، عندنا قصور، عندنا بيوت، عندنا كل شيء، لماذا الذل كثير؟ كل شيء كثير حتى الذل كثير. والصحابة عندهم كل شيء قليل لكن العزة كثير. يتساءلون ليش نحن في هذه الحالة؟ ليش اللي يحب يقطع من صفوف الأمة الإسلامية، اللي يحب يمزق من أمة محمد رسول الله؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول العلماء والمشايخ: السبب تركنا الشحن للإيمان واليقين. شحن الإيمان واليقين هو الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بها يتقوى الإيمان واليقين. ومصيبة الأمة في هذا الزمان ضعف الإيمان واليقين. ضعف الإيمان واليقين هذا هو السبب. ربي قال: أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في آية أخرى: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة بين المسلمين بقوة الإيمان، عزة بقوة الإيمان، علو بقوة الإيمان، خلافة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كل هذه المواعيد على الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي عندنا ورثناه من أجدادنا من بلادنا. هل جوعنا من أجل الإيمان؟ بالله عليكم قل، هل ربطنا الحجارة مثل الصحابة من أجل الإيمان؟ هل قدمنا تضحيات من أجل الإيمان؟ هذا الإيمان موجود الحمد لله، ولكن ليس الإيمان المطلوب. كنت مرة مبين في باريس، في ناس مثقفين ثم ناس بدو، في ناس عوام. قل إيمان مطلوب، إيمان موجود، إيمان مطلوب. واحد غضب عليه قال: يا شيخ يا أبو لحية، إيمان ليش إيمان موجود ومطلوب تصعب علينا الأمور؟ قلت: يا أخي الإيمان الموجود اللي عندنا ورثناه، الإيمان طالب وربي ما زال ما وصل، لأن ما اجتهدناش. أعطيته مثال، قلت له: غرشة متاع ماء تمشي للبقالة، كم غرشة الماء هذه؟ قولوا نصف ريال. خلي ريال في وقت الموسم، ريال. واحد عنده نص ريال ذهب دخل عنده كيرلا الدكان ولا أي دكان، قال: يا أخي أعطيني قرشة ماء. قال له: ريال. قالوا: عندي نص. قال: يا أخي أنا مش دكاني صاحبي الذي أنا نشتغل عنده، أعطيني إما هذا ولا أخوي. المطلوب ريال وهو عنده الموجود نصف ريال، لذلك ما يأخذ. ولله المثل الأعلى. الإيمان الذي طالب الله تبارك وتعالى به علوا، لأن وعد الله حق، وعزة ورفعة، لأن تركنا الجهد على الإيمان الذي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه 13 سنة في مكة، قصة معروفة والسيرة معروفة، حتى وصل إيمانهم في القمة العالية. هاجر المدينة صار من هناك يرسل المؤمنين والمجاهدين والمضحين حتى يبلغوا الدين في أنحاء العالم. فهذا الإيمان لابد الدعوة في ميدان الدعوة، وربي أعطانا اليوم الدعوة في المسلمين، لأن المسلمين بعده كثير مسلمين بعده عن الدين، فلا بد نمشي للمسلمين نذكرهم بالله ونذكرهم بحقيقة الإيمان وحقيقة الأعمال الصالحة. وكيف الدليل على أن قوة الإيمان يأتي بالدعوة؟ اسمعوا هذه الكلمات تكتب بالذهب: إن دعوة الإيمان واليقين تصنع العقل الذي يتفكر ويتدبر، والنفس الذي تخشع وتتأثر، والقلب الذي يؤمن ويتذكر. إن الداعي بقوة دعوته وكثرة كلامه عن الله يرسخ اليقين فيه، فإن تكلم فبالله، وإن عمل فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. هذه بالدعوة إلى الله. بس نسأل أنفسنا، أنا أولكم، هل كم تكلمنا في قدرة ربي اليوم مع الناس؟ كم تكلمنا في كلام المغيبات؟ لأن الإيمان بتاع المغيبات ما يدخل في القلب إلا نتكلم في المغيبات.
الخالق كذا، الله 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 الله. كذلك نتكلم في الآخرة في المغيبات، نتكلم في الآخرة في نعيمها في الجنة ونعيمها في النار وعذابها. على قدر ما نتكلم في المغيبات الله يعطينا اليقين المغيبات. صلوا على النبي. فأنا أحب أقول لكم قصة، اسمعوا توجهوا. قصة مهمة جدا حتى يتبين لنا جميعا لا يمكن إيمانك يزداد ويقينك يزداد إلا في ميدان الدعوة. ميدان الدعوة. طيب، سافرنا مرة شهرين في الطريق، جماعة من فرنسا ماشيين للحج، ومن الحج نمشي لباكستان 4 شهور. فإيطاليا، يوغوسلافيا، بلغاريا، تركيا، ثم سوريا، الأردن، ثم ندخل المدينة. صلوا على النبي. قل القهوة الآن لو شوية شيخ، الآن نتوجه عام تقريبا 69 ميلادي. كان عندي شعارات قلال، لا صار الشعارات كثروا ما شاء الله. صلوا على النبي. فمعايا 2 من تونس، جواز ليس عالمي، جواز فقط لأوروبا. فرجعونا من سوريا لأن تعدينا أوروبا كل ما رأوا، ولكن بلاد عربية عينيهم في الحدود، عينيهم ما شاء الله يعني أحوال عجيبة. قال ترجعوا. قصة طويلة بتاع شهرين كان، ما نستطيع نقولها ساعة ساعتين، ولكن النقاط المهمة حتى يتبين لنا لا يمكن يقينك وإيمانك يترقى إلا في ميدان الدعوة. ميدان الدعوة في 5 أمور. 5 أمور. هذه 5 أمور الله أعطاها لي، ما قريتها في كتاب ولا سمعتها من أحد، ولما عرضتها العلماء قالوا في القرآن في كتاب الله. ستسمعوا هذه ال5. لكن رجعونا، فرجعنا نريد طريق العراق والكويت وندخل السعودية. ما نرجعش، نريد نمشي أرض الله ونحن عباد الله. فوصلنا العراق، رجعونا بركعتين في الحدود. قالوا ادخلوا، لأن وقت تكون ركعتين مع البكاء مع الدعاء الله يفتح. فدخلنا الكويت قال ترجعوا. صلينا ركعتين قال تصلوا 1000 ركعة ترجعوا. كويت الله يبارك فيهم كما بارك في الزيت. وهناك شعر الليت. صلوا على النبي. رجعونا قال شوف، اما ترجعوا ولا نسلمكم للسفارة التونسية حقكم. وتونس في ذاك الوقت يعني ياخذوك فورا يعدوك الى الميدان مع عمك حميدان. وبقينا في البصرة شهر كامل في مساجد الشيعة، السنة قليل. نقرأ الحديث عن أبي بكر الصديق وعائشة فيغضبوا يخرجونا من الجامعة. ليش؟ قال لأن ما يحبوا فاطمة وعلي. طيب بسم الله نبدو فاطمة وعلي زهرة. وبدأت تتكلم معاه فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول هذه الأبيات: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، ماذا على مشم تربة أحمد لم يشم مدى الزمان غواليا، إذا اشتد شوقي جئتك باكيا أنوح وأبكي فما أراك مجابيا، يا ساكن الصحراء علمتني البكاء، ذكرك أنساني جميع المصائب، إن كنت عني في التراب مغيبا فما أنت عن قلب الحزين بغائبا. صبت علي مصائب. هم يكبروا الله. المقصود جاء علينا وقت الحج وإحنا في البصرة، إيران نمشي ورجعونا، كويت رجعونا، نمشي خلف رجعونا، بقينا في الميدان في البصرة. بعدين لما الحج كملنا ندخل باكستان طريق الكويت وكذا. هذه الشهرين الله أعطاني 5 كلمات، لكن شوف ما بقى عندنا لا ثياب، الحذاء صار لبسناه صار يضحك، لبسنا الخف صار يتبسم، باسبوع كامل لا ناكل طعام حامي ما نشوفه حتى في المنام، الشاي حامي هذا ما تشوفه حتى في المنام، كل شيء كمل، بقى الا لبسه واحده وجالون فيه شويه ماء وشويه تمر مع الخبز يابس، وتوكل على الله في الميدان. ما هي ال5؟ اقول اسالوني ما هي ال5؟ عدوا معي. نخرج في سبيل الله بالتضحيه. ايش معنى التضحيه؟ معناه نعين الوقت باش نخرج في سبيل الله
وعندما نعين الوقت يأتي امتحانات، تأتي أمور، فنحن نوفي وعد الله، الله يتكفل بأمورنا في الدنيا والآخرة. نخرج بالتضحية، تفقد الأسباب، نتوجه إلى مسبب الأسباب فيرينا القدرة الغيبية المعونة الخاصة الإلهية فيزداد يقيننا، يزداد يقيننا. صلوا على النبي. الله أكبر. إذا يسلموا لا نكمل هذا. صلوا على النبي. شيخ تفضلوا. بعدين ان شاء الله نعانقكم ونقبلكم ونذمكم ذما ونلمكم لما ان شاء الله. صلوا على النبي. 5 امور مهمه جدا. يا من تريد ايمانا ويقينا لابد في الميدان نخرج بالتضحية، تفقد الاسباب، نتوجه الى مسبب الى الله وحده فيرينا المعونة الخاصة الإلهية فيزداد يقيننا. هذه ال5 فين في القرآن؟ في واقعة بدر. خرجوا إلى قافلة أبو سفيان راجعة من الشام، خرجوا بالتضحية ولا ما خرجوا؟ حتى فيه العصا ما عنده عصا. يا رسول الله السيف عندي، قال لا نمشي، عندي جمل مركوب نمشي. خرجوا 313 و14. فلما وصلوا 150 كيلو بعيد على المدينة المنورة القائد العظيم يريد يرى من معه، لأن القائد ما يتقدم في الميدان إلا ما يشوف من معه. قال أشيروا علي. فالمهاجرين قالوا يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فرسول الله يقول أشيروا علي، يريد الأنصار. فقام سيدنا سعد رئيس الأنصار قال يا رسول الله كأنك تقصدنا، خذ من أموالنا ما شئت، خذ من أنفسنا ما شئت، والله الذي أخذت منا حب إلينا من الذي أبقيت إلينا، والله لو تخذ بنا هذا البحر لخذناه معك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرحة، وكان عندما يفرح وجهه مثل قطعة القمر. صلوا على النبي. المجلس يتزين بالصلاة على رسول الله. الآن ماذا قال؟ اللهم إنهم حفاة فاحملهم، إنهم جياع فاطعمهم، إنهم عراة فاكسهم، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. حتى سقط رداءه. خرجوا بالتضحية ولا ما خرجوا؟ الآن فقدت الأسباب. توجهوا إلى من؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عندما توجه إلى الله سقط الرداء. الصديق يأخذ الرداء ويضع عنه ويقول يا رسول الله هون عليك، الله سينجز لك ما وعد. الله سينجز لك ما وعد. فرسول الله يغمض عينه ثم يفتحهم ويقول ابشر يا أبا بكر إني أرى جبريل نازل من السماء ب1000 ملائكة الفوج الأول بسيوف محمية من جهنم، والله علمهم القتال في الثكنة الإلهية، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. فنزل الملائكة بسيوف محمية من جهنم. ثم يقول العلماء لماذا جبريل نازل 1000 ملائكة و3000 و5؟ ليش؟ هو وحده يكفي. ربي أعطاه جسم، راسه في ال7 سماوات ورجليه في ال7 الأراضي. كم عنده جناح؟ كم جناح؟ 600 جناح. عندما يفتح جناحين يغطي الشرق والغرب. قال لماذا يجيب 1000 ملائكة؟ قال تشريفا وتكريما لجماعة معهم حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا وقع الآن؟ 70 صناديد الكفر ميتين و70 أسارى. قصة معروفة غير نعطي الإشارة. هنا نقطة مهمة. قال جبريل رئيس الملائكة، جبريل مطاع، أي مطاع تطيع الملائكة، ثم أي هناك أمين على الوحي لا يغير ولا يبدل. فما هي إلا لحظات قليلة إلا والصناديد الكفر في 70 ميتين و70 أسارى. هنا الله بحكمته بقدرته كل من كان يعذب صحابي في مكة الله أمكن منه صاحبه. سيدنا بلال كان يعذب من؟ أمية بن خلف. قال يا أمية تعال نصفوا الحساب، تعال نصفوا الحساب. عمل له طاف باف قرقر لف، هذه لغة خاصة. وهذا ذهب. وابن مسعود كان يعذب أبو جهل. ابن مسعود رجله مثل العود رقيق، ضربت الملائكة أبو جهل، فابن مسعود جاء باش يكمل القضية، جعل رجله على صدر أبو جهل. قال من أنت؟ قال أنا ابن مسعود. قال يا ابن مسعود يا رويع الغنم إنك ارتقيت مرتقا صعبا. تحط رجلك يا رويع الغنم.
قال هيا نفسك كمل عليك. قال يا ابن مسعود قبل ما تقطع اسمع عندي سؤالين. ماذا؟ قال لمن الدائرة اليوم؟ من الدائرة اليوم؟ لمن الغلبة اليوم؟ قال الله ورسوله على أعداء الله ورسوله. قال يا ابن مسعود السؤال الثاني قبل ما تقطع، نرى سيوفا ولا نرى ضاربا، من هؤلاء يا ابن مسعود؟ قال إنها ملائكة الله. وكمل عليه وقطع راسه جاي يجره في الخيط، ما يهزوش في يده ويحطه في الحقيبة، لا في يدي، لا يجره جرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى جبريل يضحك، يا أخي جبريل ماذا؟ قال الأذن بالأذن والرأس زيادة، لأن في مكة أبو جهل قطع أذن ابن مسعود، قال له أذن اللي كان مشات وأذن أخرى الربح والرأس كمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن فرعوني هذا أشد من فرعون موسى. فرعون موسى عند الهلاك قال آمنت أنه لا إله عاش على لا إله ما علمت لكم من إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا الآن وقد عصيت. فيا أخوان ليس محاضرة، خير الكلام ما قل ودل، أن بدينا الكلمات الأولى لماذا المسلمين اليوم اسمعوا، لماذا الأمة الإسلامية ملايين، عندنا الأموال طائلة، عندنا قصور، عندنا كل شيء كثير، حتى الذل كثير. ولماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل شيء عندهم قليل ولكن العزة كانت كثير؟ قلنا لماذا؟ لأن شيء واحد، يقين وإيمان اللي عندنا ورثناه من أجدادنا وآبائنا وبلادنا، ما اجتهدناش عليه، ما جعنا كما الصحابة ربطوا الحجارة من أجل الإيمان، فنحن ما ربطنا الخبز على بطوننا، ربطنا العيش على بطوننا، تسامحوني. لذلك اخواني المهم كلام خير الكلام ما قل ودل، لابد الدعوة الى الله في ميدان الدعوة، الله تبارك وتعالى تعطيك اليقين والايمان، لابد تخرج من بيئة المخلوق والدنيا والاشياء، من الصباح المساء مخلوق قال، مخلوق نزل، مخلوق يعمل، مخلوق مش يعمل، مخلوق سيعمل، مخلوق والدنيا شوف دنيا زخارف حولنا، وكذلك الاشياء وفوائدها. فيا اخوي كيف تخرج يقين المشاهدات وتدخل يقين المغيبات؟ هذا لا يمكن الا ما تمشي في المغيبات. ونقول لكم قصة صارت معنا في السنغال. هذه القصة فيها كل شيء، كل من أراد السؤال ماذا نريد الموضوع اليوم وتقوية الإيمان واليقين كيف بهذه القصة. هذه وقعت أمامي، صلوا على النبي. ذهبنا عام 75 ميلادي طريق المغرب، لأن القرآن والحديث نسمع دائما، لكن نريد الآن بعض القصص اللي فيها اليقين والإيمان. مرينا المغرب، ركبنا طائرة ترانزيت موريتانيا، هبطنا للسنغال، نزلنا السنغال 40 يوم في السنغال، بعد إلى مالي بالقطار، بعد من مالي إلى بوركينا فاسو، إلى نيجيريا، كاميرون، تشاد، السودان، ودخلنا بيت الله الحرام في عام 75. وصلنا للسنغال، قصة طويلة ولكن مختصر للنقاط المهمة. نرغب كل مسلم عليك تخرج يا أخوي بمالك ونفسك باش تقوي يقينك وإيمانك قبل الموت، ما نبقاش على هذا الإيمان اللي عندنا. تلاقينا واحد اسمه إبراهيم سيدي بي يسكن في دكار في العاصمة السنغال، سنغالي، لا هو مالي لكن يسكن في السنغال، عنده تجارة دكان صغير. كم عنده زوجات يا شيخ؟ عنده 4. كم يا شيخ؟ 4. اللهم بارك فيهم وبارك في جميع المسلمين. كم زوجة؟ عامل حوش وكل واحدة عندها غرفة وما شاء الله، هو الله يبارك كم عنده في العائلة؟ 60 فم، ما شاء الله، 60 رأيتهم بعيني يا شيخ، 60. قلت له كم يأكل رز في الشهر؟ قال لي 600 كيلو. 600 كيلو رز نحطهم أول الشهر في الحوش، في آخر الشهر السلام عليكم، الله يبارك يا رب. لما قلت له تخرج معنا في سبيل الدعوة إلى الله والخروج الدعوة إلى الله 4 شهور، قال لي كيفاش؟ قال لي ما تقوليش اخرج، قل لي يدخل. 60 فم يا شيخ كيف نخرج؟ وين نخرج؟ عندي دكان أنا، من يجيب لهم الطعام هذا 60 فم؟ قلت له يا أخي من الرزاق؟ قال لي الله. قلت له الله أنا ولا أنا؟ ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبديت الرغب فيه بأن كل واحد لما كان في بطن أمه رجال أولاد صغار ولا بنات، هل فيه دكان؟
هل في وظيفة؟ في فلوس؟ 9 شهور من يعطينا؟ الله تبارك وتعالى هو يعطينا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كلام طويل. قال طيب تعرف كيف نعمل؟ اسمعوا قصة مهمة هذه. 3 أيام معكم نخرج في سبيل الله، لكن جماعة الليل ايش معناها؟ يصلي معنا العشاء يسمع كلام الإيمان، يصلي يبات معنا يسمع الصبح كلام الإيمان، ثم يرجع يضحي بالزوجات بالأولاد، لكن الدكان لا، لأن فيه رزق أولادي. الدكان فيه رزق أولادي. يقين صحيح هذا؟ قولوا يقين صحيح. أحوال خطيرة. طيب قلت بسم الله نقبل. نعم. فخرج 3 أيام يسمع الله الآخرة القبر الجنة. قال يا أخي زيدني 10 أيام في الليل. قلبي تغير شوي. جاب 30 من التجار 10 أيام في الليل. هذه جماعة الليل يا شيخ، ولا جاكم النوم؟ صلوا عليه. اسمعوا جيد، اسمعوا شيخ، والله القصة مهمة، رأيتها بعيني. بعد 10 أيام قال لي خلاص الآن فهمت 4 شهور لابد. ولكن لما نشوف 4 شهور لابد، لكن لما نشوف 60 فم ندوخ يغمى علي. قلت طيب اجلس. جلس. قلت طيب نعطيك مثال حتى يتبين لنا، وهذه الآن شيء مهم جدا في القصة. اجلس. جلس. قلت له لو انت دخلت في غرفة من الغرفات، حجرة من الحجرات بتاع 4 زوجات، وقفلت الباب وانت والحرمة، ودخل رجل مخيف، يا اخي انت منين دخلت؟ انا قفلت الباب. وما تستحيش الحرمة موجودة، انت دخلت كيف؟ قال له الرجل، قال له تعرفنيش انا من؟ قال من؟ قال انا ملك الموت. ها ملك الموت، الله يجازيك خير. تحب حاجة؟ هاي 60 خذ 14 15 20 خذهم كل، الله يسامحك. هاو الزوجات كل واحدة هز 2 هز 4. دبر حالي. ايش تقول له؟ يقول لك انا جيت لك انت، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، انا جيت لك انت. ايش تقول؟ قال ما نستطيع نقول اي شيء، اذا ملك الموت جاء بامر الله لابد نمشي. من يبقى مع 60؟ قال لي الله. قلت له هنا ولا هنا؟ قال لي خلاص استناني شوي. دخل الشنطة جاب الجواز وجاب الفلوس وقال مستعد 4 شهور. لما استعد، نحن مش خلاص ندروشوا الناس وخرجوهم من اشغالهم، لا قل له تعال اجلس. دكان من تجعل فيه؟ عندنا في فرنسا الان، في فرنسا اي واحد مستعد 4 شهور نجلسه. اجلس نسأله وظيفتك ماذا فعلت لها؟ قال انا رتبت الرخصة، خذيت رخصة. طيب هذا واحدة متفقين. الثاني ماذا عملت زوجتك؟ خليت لها مصروف كم؟ قال خليت لها مثلا 2000 ريال. وانت كم خذيت؟ قال 3000. ليش ما خليت لها شيء 3000؟ قال الله معها. الله ما ضيع هاجر لما خلاها ابراهيم في واد غير ذي زرع. قال يا اخي خلي 3000 معها وانت خذ 2000 ولا 150. هي الله كذلك معك انت. معناها ما نخرج واحد الا ما نشوف كل شيء يكون على ترتيب صحيح، والا ما يخرج. انت اذا ما ترتب روحك وتاخذ رخصه انت تخرب الدعوه مش بتصلح الدعوه. لان الناس لما يروا هذا يقولوا هذا الدراويش يخلوا اشغالهم ويخلوا ازواجهم يخلوهم بغير مصاريف، هذا غير صحيح. اما اذا رتب ترتيب نقول طيب توكل على الله. زوجك كيف فعلت معها؟ قال الحمد لله هي خرجتها معي 3 أيام وهي عارفه العمل وهي رغبتني باش نخرج في سبيل الله. الاختصار يا اخواني، الان الحمد لله اعطاه الجواز وجعل اخوته الاثنين في الدكان وهو خرج 5 شهور. 5 شهور خرج. لما رجع الله بقدرته جعل الرجوع ترانزيت على فرنسا. باش الله يكمل لي القصه. اسمه تكميل القصه مهم جدا. قلت له يا ابراهيم كيف الحوال؟ قال لي والله لو مت عليك الحالة اللي أنا فيها قبل، يقيني على الدكان، يقيني على نفسي، لو مشني أنا ومش دكاني كيف الأولاد يكونوا؟ هذا يقين غير صحيح. نستعمل الأسباب لكن يقيننا على مسبب الأسباب. وهذا السر بتاع الخروج. تغير اللي في قلبك تخرجه، واللي خارج تدخله في قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فيا اخواني قال لي نقول لك يقيني انا زاد، لو زوجاتي يقينهم زاد، كذلك اخواني في الدكان قال الدكان زاد فيه البركه، زاد البضاعه، زاد الخير. زوجتي الاولى ارسلت لي رساله تقول لي يا زوجي انت كنت مقفر لنا باب الرزق، الان صار عندي البراد في البيت، الروز صار زياده وانت كنت مقفل الباب، زيد 4 شهور من عندي انا كذا. الزوجه الثانيه قالت له نفس الكلام، قالت له لو زاد البركات ابقى 4 شهور من عندي، كل واحد اعطته 4 شهور، و4 شهور حقه كم صار؟ المشايخ قال لا 5 شهور يكفي يرجع. شهر كان في طريق بالباخره، ركب بالباخره من دكار الى مرسيليا باريس فرنسا، ومن بعد ما اخذوا القطار حتى لتركيا، ومن تركيا الى ايران الى افغانستان، شهر كامل في الطريق، 5 شهور. بعد ذلك قال والله يا اخوان يقيني انا والزوجات والاولاد صار عندنا في قلوبنا يقين ان الفعال هو الحقيقي هو الله، ليس في اللسان، في الله بالحقيقه في القلب. رجع عنده عمارتين في عاصمة السنغال، عمارة الكبيرة 3 طوابق جديدة جعلها مسجد الرحمن ومدرسة القرآن، علم أولاده قل حفظهم القرآن، والآن تقريبا الغالب هو مات في العمرة لبيك اللهم لبيك. فمقصود الكلام هذه القصة ليش ذكرتها، وما زال قصة أخرى في فرنسا باش نكمل، خير الكلام ما قل ودل. ولكن يا إخواني الله أكبر في ميدان الدعوة جميع الرجال والنساء، جميع ليس الكلام لكم، الله يبلغ هذا الكلام لجميع الرجال والنساء في جدة، في جميع السعودية، في جميع العالم، أن ما في حل الأمة اللي يا أخوي خذ شوية وقت واخرج عيش في بيئة إيمانية، بيئة مغيبات، بيئة الآخرة، تسمع كلام الله، قدرة الله، تبين، تمشي تزور المسلمين، تذكر سبحان الله. الآن قبل رمضان بشهر فرنسا اجتمعوا القدماء والدعاة إلى الله، كم كل 18 منطقة في فرنسا، كل منطقة خارجة فيها جماعة 4 شهور على الأقدام من قرية لقرية، ما يخلوا باب اللي يدقوا عليهم الباب. بيوت يا اخواني، والله يا اخواني وجدوا في البيوت احوال المسلمين والمسلمات احوال تبكي الحجر، مسلمات متزوجين مع الكفار، كفار متزوجين مع المسلمات، احوال عجيبة. حافظ القرآن صب الخمر على كلام الله. الآن جيرانه كيف أحوالهم الدين، ما يمشي حتى يزور جاره. لذلك يا جماعة ذكرونا القصة، طرقوا الباب على بيت بتاع مسلم، حل الباب في يده السكين، والله قصة واقعية. حل توخروا هم ظنوا بيجي يضربهم، جات زوجته قالت لا امسكوه ماشي يقتل أبوه. قصة واقعية يا إخواني. مسكوا السكين عنده، جلسوا ايش؟ قال انا نقول لكم لماذا نقتل، ماشي نقتلوا الان، نقتل ننتهي منه. ليش؟ قال اشتريت بيت لابوي وامي بفلوسي، ولما ابوي يتخاصم مع امي طلقها، ولما طلقها المحكمة حكمت البيت له، يطلق امي وياخذ البيت وانا شاريها مالي، والله نحيله روحه. فبدأوا يذكروا معاه، وهزوه الجامعة ما يصليش، هزوه الجامعة توضى، خرج 3 أيام في سبيل الدعوة إلى الله، رجع من العمامة والسنة وصار داعي إلى الله. فيا إخواني الآن جماعات بفرنسا، جماعات الرجال والنساء، فرنسيات بالنقاب الكامل مع زوجها خارج داخل فرنسا، ذهبت إلى فلسطين، أول جماعة مشت لفلسطين باش يقوموا جهد النساء في فلسطين. أكثر من 70 امرأة جات مع ازواجهم من فلسطين يتعلموا جهد الدعوه بتاع النساء في فرنسا. نحب نقول لكم هذه القصه بتاع فرنسا الان باش ننتهي، خير الكلام ما قل ودل. ولكن موضوعنا من البدايه ما يمكن الامه يرتفع عليها هذا البلاء، ما يمكن هذا البلاء يرتفع عن الامه الا نرجع الى وظيفتنا اللي كلفنا بها رب العالمين. ما هي؟ كنتم خير امه اخرجت للناس. ماذا نفعل مع الناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شو جاء الإيمان في الأخير؟ لابد نمشي في الميدان ندعي الناس إلى الله. وظيفتك يا مسلم، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي نبي من يقوم بالدعوة مع الناس، من يمشي للناس. وربنا سبحانه وتعالى للناس، قل أعوذ برب الناس، القرآن هدى للناس، الكعبة وضعت للناس، نبي رحمة للناس، أمتنا خرجت للناس، ونحن غيرنا اتجاه شغلي زوجتي أولادي فلوسي، والناس قال الله يهديهم ولا يهديهم. القصة الختامية الآن فيها كذلك كل شيء وننتهي. الله ينور قلوبنا، قولوا امين. يا اخواني، في العمرة كان معايا رضوان، رأيته كنا في بيت اخينا رضوان، 3 شباب كانوا معايا من فرنسا، مولودين في فرنسا. هذا رضوان مغربي،
وقصت وذكرتها في جدة قبل 10 الأيام الأخيرة، كنا هنا يومين في جدة. وهذه القصة يا إخواني، الراجل هو بنفسه والمرأة موجودة، وإذا تحبوا تجوا لفرنسا أنتم تشوفوا الراجل، ولكن جيبوا زواجكم تشوفوا المرأة، لأن ما تشوفوش أنت المرأة هذه لابد المرأة تشوف المرأة. صلوا على النبي، لابد شوية كلمات هكذا. صلوا على النبي، اللهم صل. هذه زوجته برتغالية، كانت بنت قبل الزواج. قصة مؤثرة جدا. ذهبت السوبر ماركت تشتري بعض الأغراض، أخذت هذيك العربة، جابت أغراضها، جات الكاشير، تقولوا كاشير مكان الحساب. أمام البرتغالية هذه البنت امرأة متنقبة نقاب كامل، نقاب كامل بحجبة، والذي في الكاشير بنت عربية حوال أحوال. لما أقول حوال أحوال كملوا وحدكم. فصاحت على هذه المرأة المتنقبة، قالت لها ايش هذا اللباس؟ حشمتي بينا في باريس، روحي لبلادك، بهذلتي بينا. وتصيح عليها. المرأة المتنقبة نظرت يمين شمال ما في رجال، فتحت النقاب، وإذ فرنسية الأصل، فرنسية، أجدادها فرنسيين، بالهدوء بغير غضب قالت لها من يرجع لبلاده، أنت ولا أنا؟ قولي من يرجع لبلاده، أنت ولا أنا؟ ترجع لبلادك، ضيعتي دينك، تبعتي هؤلاء، بأي وجه تقابل الله؟ بأي وجه تقابل محمد رسول الله يوم القيامة؟ فهذه بهت الذي ظلم، هي ظالمة مش كافرة، بهت الذي ظالمة فطأطأت راسها. هذه البنت البرتغالية جاء في قلبها، هي تذكر بعدين قصتها، جاء في قلبها لابد اليوم نفهم الإسلام، لابد نشوف شكون يكلمني عن الإسلام. ذهبت في الحي، بنت مغربية درست معها وتعرفها، قالت نحب نفهم الإسلام. قالت عندي ولد خالتي اسمه رضوان، هو يتكلم مع الناس في الدين وفي الدعوة، ناديه يتكلم معك. فنادته، تكلم معها نص ساعة وبين لها، قالت له مستعدة للإسلام. نطقت بالشهادتين، قالت له نحب نتعلم الإسلام. قال سهل، أنا مش متزوج وأنت مش متزوجة، نلم بعضنا ونعلمك الإسلام. والله تشكيل عجيب. هذا مش طيب فقط، حلاوة. دمال ايه يا فندم ولا ايه؟ هذا كلام مصري. فتزوجها وأنجبوا ولدا وبنتين. الولد الأول اسمه محمد، صلوا على النبي. الولد الثاني اسمه حمزة. البنت الأول اسمها مريم، البنت الثانية اسمها آسيا. واليوم مسلمين والمسلمات يسموا أولادهم بناتهم أسماء اللي ما سمعناها لا في الأولين ولا في الآخرين. حتى الجن ما يسموا هكذا. سامحوني لينا وفينا وشينا الله أعلم كيف الأسماء هذه. حتى العفاريت الجن ما يسموا هذه الأسماء. صلوا على النبي. لابد شوية تكتكوا وتكتكوا. المقصود قبل رمضانين أنجبت ولدين توأم حسن وحسين. ولدوا بخير. ويا اخوان الان فرنسا وفي اوروبا كل اعداء الاسلام اليهود كل الوظائف العاليه هم اخذوها، اطباء هم في الممرضات في المستشفى هم. ليش؟ حتى كل ما تجي مسلمه مش تحب تولد يقول لها انت عليك خطر، بنعملوا العمليه والا ولدك في خطر وانت في خطر. وهي ما فيها شيء، فقط يعملوا عمليه باش يقطعوا المسلمات ويحدوا النسل باش يوقفوا الولاده. فلما ولدوا هذا الولدين وتوأم حسن وحسين، عجوزه يهوديه ممرضه عملوا ترتيب، كلهم متفقين في المستشفى مع بعض يحبوا يقتلوهم الاثنين، حطوا السم. قال لهم انتم ترجعوا غدا لان ما زالوا خرجوا قبل الوقت بوقت قليل، لابد نجعلوهم في هذا الصندوق الزجاج حتى ترجعوا، خلوهم باش يسموه. فمشوا رجعوا من غد يلقوا حسن، اتفقوا ان ما نقتلوهمش الاثنين، لو نقتلوهم يفيقوا بينا، نقتلوا حسن فقط. والله يا شيخ حطت السم في الحليب، ولما جاءوا من غدا وجدوا بطنه الى صدره،
فلما جاءوا يحلوا وشوفوا هذه الأشعة وجدوا المصران ملتوية على بعض، هذا داخل البطن ملتوي على بعض. قال لابد العملية، خذوا حسين لكن هذا بعد يومين يكون العملية. فصار أمه تبكي وأبوه يبكي. فجاء عندي قال يا أخي ها كيف؟ قلت له جيب لي غرشة ماء. اسمعوا يا أحباب اسمعوا، لو المسلمين اليوم عندنا اليقين على ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحتاج لأي شيء. غرشة ماء ونقرأ عليه الرقية الشرعية. الفاتحة اسمها الشافية 7 مرات، اللهم رب الناس موجود كذلك، وكذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو يشفيك إذا كان مرأة 7 مرات، ثم الدعاء بالتوجه وتنفخ عليه ثم تعطيه اشرب باليقين، أعطيه يشرب بالله يا أخوان. هو موجود الرجل وكان معي هو سمع خينا كثير سمع بالله. لما شربوا قبل ما ينزلوه العملية عملوا الأشعة وجدوا كل شيء رجع في مكانه يقينا. الله ما ترك هذه الأمة يتامى، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته يتامى، أعطانا كل شيء، لكن نحن نفتش في شيء آخر. يا أخي توجه إلى الله، بعدين إذا نستعمل الأسباب ما في عيب، تستعمل الطبيب والدواء كذلك، مع الدواء تقرأ الدعاء كذلك، بسم الله تقرأ الدعاء. والله يعني جاءوا اجتمعوا الأطباء كلهم والممرضات بأن هذا كان يموت العملية يموت، ولكن صار وخرجوهم الاثنين صحيح موجودين الآن. قبل ما نسافر رمضان رأيتم هناك سبحان الله جمال ونور، وبيت هذه البرتغالية بيتها مثل الجامعة. كل يوم الأحد يجتمعوا بال15 بال20 امرأة فرنسية بالنقاب الكامل، هي تعلمهم سنة محمد رسول الله. يوميا عملت حلقة تعليم مع أولادها وبناتها فضائل. ثم يا اخواني بالختام الكلام ماذا؟ ان هي خرجت 40 يوم في سبيل الله مع زوجها داخل فرنسا تبلغ الدين في النساء العربيات. ذهبت الى فلسطين 40 يوم مع زوجها، تكلم النساء العربيات بغير حجاب، تقول يا بنات الموحدين انا بنت الملحدين، فربي هداني للتوحيد فارجعوا الى جهد اجدادكم الدعوه الى التوحيد. كلام عجيب. ثم الحمد لله يعني بهذا الكلام المختصر أن ختام الكلام أن علينا جميعا بهذه الجلسة المباركة رجال ونساء لابد أن نتحرك. الآن الحمد لله نساء في فرنسا ورجال كل واحدة مع زوجها، النساء في البيوت والرجال في المسجد ويقوموا بالدعوة، ورأينا فوائد لا تحصى ولا تعد، قصص لو نتكلم الليل كله ما يكفي. ولكن يا أخواني علينا أن نرجع إلى الدعوة، نرجع إلى جهود الدعوة، وخاصة هنا في المملكة الحمد لله جماعات يمشوا 3 أيام رحلة إلى المدينة المنورة، 3 أيام من جدة إلى مكة يعيشوا في بيئة إيمانية، ونتحرك كذلك. نقول لكم يا أحباب يا من اختاركم الله هذه الليلة، نتمنى كل واحد منكم يحضر في اجتماع بنغلاديش. اجتماع بنغلاديش كل شهر يناير جنوري يناير يجتمعوا في بنغلاديش، يحضروا من كل العالم، حتى من علماء اليمن، من علماء قطر، من علماء السعودية، حتى يعني ما شاء الله الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني جمعة السنة الماضية حضر في الاجتماع، طائرة خاصة ذهبت مع تقريبا أكثر من 200 واحد حضروا في الاجتماع، هو حضر في الاجتماع. عبد الله بن خالد وزير الداخلية بتاع قطر خلال الآن تقاعد. المقصود من كلامي نتمنى لكم يا حبيب 5 ملايين، شوف 5 ملايين في الأسبوع الأول، لأن ما يستطيعوا الميدان ما يهز جميع بنغلاديش. 5 ملايين في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني 5 ملايين. مش يحضروا 5 ملايين ويسمعوا كلام فقط، لا، كل واحد يعطي وقتا، هذا 4 شهور هذا 7 شهور، ويخرجوا بأموالهم وأنفسهم وينتشروا في الاجتماع الأول. 4000 جماعة خرجت في سبيل الله، 4000 جماعة خرجت في سبيل الله يا إخواني. والاجتماع الثاني 3000 جماعات خرجت في سبيل الله، 7000 جماعة من بلاد العجم خارجين لأمريكا لفرنسا لأوروبا باش يبلغوا دين الله تبارك وتعالى، ويخرجوا الناس ويرجعوا المسلمين إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريق الدعوة إلى الله. فيا إخواني الذي باش نختم به كلامي من البداية إلى الآن، أن يا أخويا الأمة الآن يرثى حالها، يرثى، لا يمكن الرجوع إلى عزتنا إلا نرجع إلى وظيفتنا، لأن رب العالمين قال في الآية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله
إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ثم يأتي الأمر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تفضل اجر شيخ. كملنا بعدين نسلم إن شاء الله. اسمعوا يا اخوان اخر كلمه الان ذكرت حاجه مهمه جدا ونكمل. نص ساعه اخرى. ايوه ان الان كل مسلم ومسلمه هذه امانه نبلغها لكم كل مسلم ومسلمه عليه ان يتحرك دعوه الناس الى الله. لان اذا ما قوم بالدعوه دعوه الحق اهل الباطل قائمين بدعوه الباطل في كل الاساليب في كل الاسباب ليل ونهار دعوة الحق متحركة. متى الحق يقوم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونقول لكم هذه القصة أرسلنا الآن من فرنسا جماعات إلى أرجنتين إلى برازيل إلى هناك معمرة فلسطينيين وسوريين ولبنانيين يعني تجارات كبيرة عندهم ولكن هناك أحوال خطيرة جدا. وجماعات من فرنسا ذهبت هناك وأقاموا جهد الدعوة في أرجنتين. جماعة من فرنسا هذه قصة مهمة جدا. جماعة من فرنسا مش خرجوا مرة واحدة لا بالاستمرار حتى يقاوموا جهد الدعوة في برازيل في أرجنتين. وصلوا في مكان عرفوا مكان ويركزوا جهدهم. جاءوا 40 يوم في هذا البرازيل كله جاء أرجنتين كله قالوا هذه المنطقة خصبة. رجعوا مرة أخرى 4 شهور في مسجد واحد بقوا 3 شهور. العرب صعيب مشياتهم لأن في تجاراتهم 50 أرجنتيني كافر دخلوا في الإسلام على يديهم. كم دخلوا؟ 50. فلما رأوا النتائج صلوا على النبي لما رأوا النتائج اتصلوا بنا أهل الشورى في فرنسا قالوا نحب نكمل عام كامل لأن وجدنا الفائدة الآن. والآن خارجين معانا على الأقدام 50 مشرك دخل في الإسلام وخارجين معهم بالدعوة إلى الله وصار من راسه إلى قدمه سنة محمد رسول الله. فلما اتصلوا معنا وقال نبقى عام كامل قلنا لهم وأزواجكم أنتم قلتوا لأزواجكم 4 شهور وتبقوا عام كامل تكون مشاكل. بعد الزوج تقول خلاص ما دام انت بقيت السلام عليكم انا نحب الطلاق. فعش الزوجيه تفرق بسبب ترتيب غير صحيح لابد ان نراعي الظروف كلها. فقالوا ايش قال اميرهم اسمه عبد الحكيم قال ازواجنا هن رغبنا باش نبقى عام كامل. ازواجنا قالوا تبقوا عام ما دام وجدتوا النتائج وتنشروا الدين نحن نتحمل نصبر. قلنا لهم اهل الشورى انتم قلتم قل لازواجكم يبعثون الرساله لاهل الشورى لان فرنسا اهل الشورى الحمد لله 18 منطقه قائم جهد ليل ونهار. الحمد لله اخواني جاءت الرساله اجتمعوا النساء بتاع ازواج الخارجين في سبيل الله. زوجة الامير تعرف العربيه فصحى عربيه بلاغه كتبت الرساله باسم النساء. ايش تقول في الرساله بعد الحمد والثناء على الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايش قالت في الكلمات الاولى؟ الى الله المشتكى على امه الحبيب المصطفى. نشكي رب العالمين على حاله الامه كيف صارت مسلمين يقطعوا بعضهم بعض تشكي الى الله. بعد ماذا قالت في الختام؟ كل من قرأ الرساله بكى وكل من قرأت عليه بكى. ايش تقول في الاخير؟ ماذا علينا بهذا النص ماذا علينا إذا اختلسنا سنة من حياتنا لدين الله. اختلسنا نسرق عام من حياتنا للدين والله قليل. فقلنا لهم تبقوا 4 شهور أخرى 8 شهور يكفي. فاستعدوا جماعة باش يخرجوا 4 شهور يتعلموا الدعوة ويرجعوا يقوموا بها الأرجنتين. والحمد لله الآن أرجنتين قائم فيها الدعوة وبرازيل وكذا. وفرنسا الآن بشركم يعني حتى الحكومة هذه المفجرات وهذه كذا جاءوا من وزارة الداخلية عندنا قالوا نعملكم 49 سنة نتبع فيكم ما رأينا فيكم إلا الخير. في الأحياء فيها شباب مخدرات ويكسروا ويعملوا إلا ذهبتم هناك شباب صاروا صالحين وصاروا أعمالهم طيبة فأنتم تعاونوا فينا فأنتم معروفين. ولكن
احتاطوا ان يدخلوا فيكم الاخرين. ففهمناهم أن ما يمكن يستطيع يدخل أي واحد في هذا التبليغ، لأن التبليغ لا سياسة ولا طلب فلوس، إلا نريد فقط جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد نجري إلا على الله رب العالمين. قال ولكن احتاطوا يدخلوا فيكم ناس آخرين. قلنا ما يستطيع يدخل أي واحد. ليش؟ قلنا لهم مثال: السمك لما يكون ميت في البحر يبقى في البحر؟ السمك لما يكون ميت يبقى في البحر؟ الأمواج ترميه على شاطئ البحر. لا يمكن واحد عنده نية فاسدة وعنده أي مقصد آخر يبقى في هذا العمل، ما يستطيع. قالوا أنتم معروفين عندنا وأنتم تعاونوا فينا، يا عجبا فرنسا وأوروبا موافقة العمل، بلاد عربية موقفة العمل. ليش؟ عندهم حكمة، يتبعوا فينا سنوات، يبعثونا عربيين حاطين الكاميرا خفية تسجل الكلام وتصور، وهو جالس معانا في البيان في مسجد الرحمة. وجاني واحد قال لي واحد عنده الضوء يخرج من كمه، مشيت عنده مسكناه وهو يصور فيها، دخلناه في الغرفة. ايش هذا؟ قال نشتغل معهم. يبعثونا هذه الآلة اللي يحطوها في الساعة المعلقة في الحيط، حتى سنوات يتبعوا فينا. قال عملكم طيب، حتى ان بعض الأحياء حول باريس حي يعمل تليفون رئيس البلدية بلدية أخرى، يقول له كيف حالك؟ يقول له حالي زفت، كما يقول المصري زفت. فيقول له تحب حيك يكون طيب؟ قال نعم. قام المصلى ونادي اهل التبليغ، هم يصفوا لك الحي. هكذا يعني فلتر. فيا اخواني ماذا اقول لكم في الختام؟ ان علينا جميعا ان نقوم بهذا العمل، لان وظيفتنا. لان مش فرنسا مش يبعثوا جماعه فقط يقوموا الدين، لا، يبعثوا الجماعه كل حي كل مسجد معين عليهم قائمين بالدعوه، معين عليهم بلاد بعيده بلاد متوسطه ومنطقة في وسط فرنسا باش يقوموا فيها جهد الدعوة. ويا اخواني المقصود بالكلام كله، باش نختم كلامي لان الشيخ اعطانا الساعة الان باقي فيها 10 دقائق، نقول لكم حاجة مهمة جدا والله ينور بها قلوبنا. قولوا امين. صلوا على النبي. حاجة مهمة نقولها. يقول بسم الله. ذكرت في البداية، نرجع دائما للبداية، لا يمكن رفعة الأمة وعزة الأمة إلا نرجع لوظيفتنا. ربي يبين في القرآن. ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه جاءوا بأولاد الفرس والروم يبيعهم سيدنا عمر في سوق المدينة، أعظم دولتين في ذاك الزمان. جاءوا في السبي، وسيدنا عمر كم في قميصه كم رقعة؟ 17 رقعة تقريبا. عمر بن الخطاب رضي عنه. فرأى بنت في سوق المدينة مغطية على وجهها. سيدنا عمر قال لواحد من الصحابة ارفع الغطاء عن وجهها حتى يروها فيشتروها، لأن الإنسان يشتري حاجة لابد يشوفها، والذي يشتريها تغطي وجهها. جاء ينزع الغطاء ضربت يده. سيدنا عمر في الدرة أراد يضربها، فسيدنا علي وسيدنا الحسين كانوا قائمين. قال يا أمير المؤمنين أتضربها؟ أتعرف من هي؟ قال من؟ بنت ملك الفرس. بنت ملك الفرس تتباع مثل الناقة، يكفيها ذلا. فسيدنا عمر مسك عن ضربها لما عرفهاش. فسيدنا عمر شاف عينيها مركزة في سيدنا الحسين. الرادار، تعرفوا الرادار؟ مركزة عينيها في سيدنا الحسين. ليش؟ لأن سيدنا الحسين وجهه مشابه لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بفراسته عرف أن قلبه تعلق مع سيدنا الحسين. قال يا حسين جرها إليك تزوج على سنة الله والرسول. فتزوجها وأنجبت له ولدا اسمه سيدنا زين العابدين إمام الحرمين. قال فيه الشعر فرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. أنت ما تعرفه؟ هذه القصة لها هذه الأبيات لها قصة كذلك. هشام بن عبد الملك كان يطوف بيت الله، كان الخواص يطوفوا مع العوام كذلك.
الله يسلك على خير في هذا الزمان، قولوا ان شاء الله، قولوا. انا ما ادخلش كثير في الميدان، في الاطراف. فكان كمل الطواف، واحد من الحاشيه قال اتركوا الطريق، الملك يقبل الحجر، ولا واحد ترك له الطريق. لماذا؟ كلهم عندهم التقوى. من عنده التقوى؟ قال التقوى الذي تكميل التقوى أن يعظم أصحاب الصفات والأعمال ولا يعظم أصحاب الملك والمال. وهذه فيها كلام التقوى، فيها 3 أبواب، وهذا كلام مهم جدا. صلوا على النبي. فكان بقى واقف متعجب، أنا ملك وما يخلوني قبل الحجر الأسود. لحظة قليلة سيد زين العابدين يكمل الطواف، واحد فقط قال إمام الحرمين جاء، اتركوا الطريق يقبل الحجر. كل الناس فعلوا يمين هكذا وشمال هكذا وقبل الحجر وجاء راجع. فالملك ما تحملش، قال من هو ومن أنا؟ يعرفوا من هو لكن ما تحمل. فشعر الملك قال وانت ما تعرفه أنا أعرفك به. هذا الذي تعرف البطحاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يكاد يمسك عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. قال عجيب، تأكل خيرنا وتمدح غيرك، كرشك تعمرها عندنا خذوه للسجن. قال والله نمشي للسجن ما يجي الحق معليش. سمع سيد زين العابدين سيزوروا بالهدية، قالوا سمعنا أنك أوذيت من أجل نأخذ هذه الهدية. قالوا يا إمام الحرمين والله عرفتك عنده ليس مقصودي هدية، مقصودي يتشفع فيه جدك يوم القيامة. قال نحن قوم إذا خرج من بيوتنا هدية لا ترجعوا، خذ هذا وإن شاء الله لك الشفاعة. أبدا لابد تأخذ الهدية. فيا أخواني المقصود من الكلام كله بالاختصار أن لابد نعود إلى وظيفتنا حتى الله يعزنا ويرفعنا، وإلا كما تروا حالة الأمة. إذا ما شوف اسمعوني جيد، إذا ما نقوم بوظيفتنا ونتحرك بالدعوة إلى الله، دعوة الباطل تغم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حتى باللغة العامية يقول يكثر الإفساد حتى الصالح يديه الواد يأخذ العذاب. ونقول لكم هذه القصة إن شاء الله الختامية هكذا ختامية. صلوا على بعد الدعاء. قصة في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي، أنا عندما أذكرها تخوفني هذه القصة، تخوفني كذلك وتجعلني ما نستطيع نبقى جالس، لابد نتحرك، لابد نتحرك، لابد نذكر، لابد نتكلم، لابد نجيب. ما نخليش هذا جالس امامي وعاصي لله وخالف رسول الله وانا نجلس معاه ناكل معاه ونشرب معاه، لا، لابد يا اخويا يكون فيك شعور الحرقه على الامه. صلوا على النبي. كتاب ايش اسمه الكتاب؟ بحر الدموع لابن الجوزي رحمه الله. القصه مع سيدنا عيسى عليه السلام ونكمل كلامي. سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين. اسمعوا يا اخوان اسمعوا ويا اخوات، الله يبلغ هذا الكلام لجميع الامه. مروا على قريه وجدوهم كل ميتين على بطونهم. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال هؤلاء ماتوا عن سخط الله، لو ماتوا عن رضاء الله لدفنوا بعضهم بعضا، نزل عليهم العذاب ما وجدوا ان يدفنهم. قال يا عيسى روح الله تكلم مع الله يخبرك لماذا عذبهم، باي شيء عذبهم. فتكلم مع الله فأوحى الله إليه تكلم معهم وهم يجيبوك، ميتين لا هم يجاوبوك. فلما نادى تكلم معه واحد فقط. اسمعوا يا اخوان اسمعوا، واحد فقط تكلم معه. قال يا عيسى روح الله نمنا بالعافية فأصبحنا في الهاوية. ليش؟ بسبب 3 أمور يا اخوان اسمعوا، 3 أمور. وهذه 3 أمور في المسلمين اليوم إلا من رحم ربي. الخير موجود، الخير فيه وفي أمتي يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب العامة موجود 3. عدوا معايا. حب الدنيا، حب الدنيا. تنادي أي مسلم يا أخوي ربي يكلفك بدعوة محمد رسول الله. رسول الله بلغ الأمانة في حجة الوداع، بلغوا عني ولا آية. ألا هل بلغت؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وين التبليغ؟ وين الدعوة إلى الله؟ حب الدنيا. ما عنديش وقت، أنا مشغول، عندي زوجة، عندي أولاد، عندي كذا، عندي لا، بس مش عذر هذا. حب الدنيا.
يقول إبراهيم بن أدهم في أبياته: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأقامه، فلما استوى ما قد بناه تهدما. الدنيا مصيبة يا أخوان، مصيبة. نستنا وظيفتنا ويأتي ملك الموت، ماذا نأخذ معنا؟ لذلك هذا الشيء. قالوا الشيء الثاني: نعيش مع العصاة، نآكلهم، نشاربهم، نلعب معهم، نضحك معهم، ما تحركت قلوبنا اللي يكون نذكرهم بالله. ثانية. والثالث: لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. قال: لما تكلمت أنت ما تكلموا هم؟ قال: لأنه أراهم ملجمين بلجام من النار ما يستطيعوا الكلام. أنا تكلمت، ليش تكلمت أنت؟ قال: تكلمت لأني لا أعصي الله معهم ولكن راضي بمعصيتهم. راضي بمعصيتهم. هاني معلق الآن، إما الله يرحمني ولا يعذبني معهم. وهذا ليس كلام سيدنا عيسى ولا كلام في بحر الدموع الجوزي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم هذه الآية بهذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بنو إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، ولما يلقاه من الغد لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فيا اخواني انا كملت، لكن انووا النية كلكم ان تتحركوا في سبيل الله ان شاء الله. من عنده النية يهزيته، ما نكتبش غير ارفع يدك هكذا ولا هكذا. يا رب يجعلها هكذا. اللهم تقبل جميعا. دعاء، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم يا الله، اللهم ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان يتمه، ومن الإنعام عمه، ومن الفضل أعظمه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. يا الله من علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا الله توجهنا إليك في هذا اليوم المبارك العظيم، ألا تردنا خائبين. اللهم ارفع البلاء والمصائب عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء والمصائب عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء والمصائب عن بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا
آمنا بك فقو فيك يقيننا، اللهم إنا آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فاصلح لنا ديننا، وبجنابك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل بشرف الله منا ومنكم. الله